الساعة 1:34. عم صور بالليل، قليل جدا ما أصور فيديوهات في الحقيقة بالليل، أصور بالمساء لأن بالليل أتعب. اليوم نمت بالمساء فصورت الحين، راح يكون فيديو الحين دردشة عشوائية جدا معكم، هيك دردشة بنات ليلية حتى تخفون، يعني تعرفون لما كنا صغار وكنا نزور الحين لساتنا نزور، لكن بس أنا الحين ببلد تاني فما أشوف القهوة. فلما كنا صغار تتذكرون وكنت أروح عند خالتي أو خالتي تجي تبات عندنا ونروح نبات عند خالتي ونجلس أنا وأختي وبنت خالتي بالليل نسولف هيك كلام. كنا نتكلم بصوت هيك مثل الASMR، وفي الحقيقة ما كنا نعرف إنه ASMR. كنا صغار وكنا قبل النوم نجتمع أنا وأختي وبنت أختي في غرفة النوم، بس احنا الثلاثة ونسولف سوالف بنات، وبعض الأحيان نحكي قصص بصوت هادئ حتى ما يسمعونا ويعصبوا ليش ما نمتوا الليل. فكنا نتكلم بصوت هيك صوت الASMR، بس ما كنا نعرف انه صوت الASMR. لما كبرت وعرفت انه الأصوات هذه كانت ASMR. تعرفون لما كنت صغيرة وكنا نسولف ونحكي قصص بالليل بهذه الطريقة، كنت أحس بشعور راحة لا توصف، وما كنت أدري ولا أعرف ليش كيف وليش أحس براحة لما نجتمع ونتكلم. ما كنت أعرف أن صوت الخافت يخليك تحس براحة وتسترخي، بس الحين عرفت. في بعض الأحيان مع أنه فقط أحكي قصة كنت أحس بتنميل براسي. هل هو الاسم؟ أظن ما كان عنده اسم بالأول، ما بعرف مين اللي سماه ASMR لأنه هذا كان يعني صوت الASMR كان من قديم الزمان، يعني أظن حتى في القديم لما كانوا الناس يعيشون في الأدغال أظن كانوا يتكلمون بصوت الASMR بالليل، حتى الحيوانات المفترسة ما تسمعهم، صح ولا لا؟ أو فقط عم أعيش مخيلة كبيرة بس حبيت الفكرة، حبيت أشارك. حابة أسألكم مين فيكم يحب أصوات الASMR؟ آسفة على الصوت الخارجي، ما أعرف ليش الحين يعني 1 بالليل وفي صوت مو سيارة، مو صوت برا. حابة أسألكم مين فيكم يحب صوت الASMR؟ راح تجاوبون يعني كنا نحب صوت الASMR.
اكتشفتوا الASMR لما كبرتوا أو لما كنتوا صغار، كنتوا لما تجتمعوا مع أولاد العائلة كنتوا تتكلمون بالليل بصوت خافت ولا لا؟ أو بس أني يعني حكولي تجاربكم بالتعليقات، وممكن يعني إذا حكيتوا تجارب جميلة وطويلة ممكن أحطها بفيديو جاي، أحط فيديو قراءة تعليقاتكم وتكون قراءة التعليق اللي عم يحكوا تجارب كيف اكتشفوا الASMR، أو كيف أو لما كنت صغير أو صغيرة كنتوا عم تجربوا هذا التجارب، يعني حكاية قصة بصوت هيك أو لا. وبس بالحقيقة ساعدني الASMR، يعني لما أكون متوترة أحب أسمع ASMR، أصوات هادية حتى أسترخي. وبالطبع أحب أسمع القرآن الكريم يساعدني، والصلاة والاستغفار والتسبيح شنو، أو لما يكون في عندي أفكار، لما تكون عندي أفكار مختلطة كثيرة براسي وأحب أهدي وضع براسي يتهدى شوي شوي شوي، فأحب أسمع ASMR. بالامتحانات لما كنت صغيرة، لما أدرس أحب أدرس وأسمع مو الASMR لا، أحب أدرس وأسمع أصوات موسيقى موزار بيانو، موزار بيانو. فلما أسمع أصوات البيانو أسترخي وأستطيع أن أدرس أحسن وأركز أكثر بدون موسيقى، يعني أركز أحسن مع الموسيقى، بدون موسيقى لا، بدون موسيقى لا. كنت دايما أنزل أصوات البيانو بيتهوفن أو لا موزار. وأدرس، وتعرفون يعني إذا حابة أو حابب تتذكر درس أنصحك أنك تدرس مع الموسيقى، موسيقى هيك بيانو أو للكمان، فلما تنسى شي بالامتحان تتذكر الموسيقى وتتذكر الدرس بسرعة، يعني فقط لما تتذكر الموسيقى يجي عبالك الدرس، فهيك ما راح يكون عندك أخطاء كثيرة بالامتحان. ليش؟ لأنك يعني مو حفظت هيك، لا أنت حفظت وعملت تقنية الحفظ بالموسيقى، أو في كمان تقنية الحفظ بالروائح. ففي كمان عم ينزل كمثال هذه الرائحة درست وياها تاريخ، فلما
وتنسى تجي على بالك رائحة العطر، يعني عقلك، العقل الباطني ولا ما أعرف شنو، يخلي الرائحة لأن الرائحة كيف أشرح، بسرعة تخليك تتذكر الدرس، تتذكر أجوبة الامتحان. فأنصح كمان بعد التقنية يعني اللي يعانون من مشكلة في الحفظ أو هيك شي، فأنا ما كنت أحب الحفظ أبدا أبدا أبدا، أحب الأشياء بدون حفظ، وإذا كان في دروس للحفظ فأدرسها اليوم أحفظ، وبكرة يكون الامتحان. لما أجاوب على الامتحان وأخرج من الامتحان أعمل مسح لكل الدرس اللي حفظته في راسي، فبسرعة بعد الامتحان أعمل ديليت، أنسى كل شي، أمسح كل شي، ويجي درس جديد كمان أحفظ بعد الامتحان أمسح. يعني حاطة براسي تقنية المسح بعد الامتحان دايما، كثير من الأحيان أحفظ قبل يوم أو يومين، فهيك يكون أحسن، يساعدني أني أنسى الدرس بسرعة. يعني بعد الامتحان ما أحب أني أتذكر الدرس فأنساه هيك، والحمد لله توفقت. كمان لما كنت عاملة دراسات صينية بالجامعة الحمد لله كنت من الأوائل. آسف على التطيش، بهذه الطريقة يعني بتحصلون تكونوا من الأوائل بهذه الطريقة اللي أنطيتكم اليوم، فحلوة كتير. وبالحقيقة يعني ما في شخص دلني على هالطريقة، حافظ بالموسيقى ولا هيك، يعني وجدت الطريقة من نفسي. في أشخاص لما يحفظون يعني لازم يعملوا فقط شي واحد، وفي أشخاص يعني إذا ما نزلت 2 أشياء مع بعض ما حفظ، يعني تكون موسيقى ودرس أو للتلفاز ودرس، إذا ما في يعني فقط درس ما أدرس كويس، يعني شوي مو حلو، كمان الامتحان يكون مو حلو. لكن لما أحط مو أي شي على التلفاز، إذا كان تلفاز يكون كرتون، إذا كان موسيقى يكون بيانو، ويكون فقط موزار أو بيتهوفن. كان أحسن، بس بدون ولا شي. لا ما أعرف إذا أنتم من الأشخاص اللي مثلي يعني لازم تعملوا 2 أو 3 مع بعض، أو بس شي واحد. أنتو أي تيم، الأول والثاني؟ راحت الفيكس، هاي براحت الفيك. الله 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 الله، كتير عب الرايحات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو شو شو
الفلبين لأنها مقطوعة في كوريا. ما في فلما أروح للفلبين أشتري منتجات الفيك. كمان في عندهم حلوى للعلق اللي يعني من اللي يعني الحين تانية، يعني باقي 10 دقائق وتجي التانية لإعلان. يا خرابي يا خرابي. اوكي راح اروح انام، واذا حبيتوا دردشة اليوم اكتبولي بالتعليقات اذا حابين نعمل دردشة هيك فيديوهات جاية تكون دردش. جمع دردش ما اعرف الحقيقة. اكتبولي بالتعليقات اذا حابين ولا. اشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي.